يا صباح الخير، انا سمر ودي قناتي. كل سنه وانتم طيبين. رمضان خلاص فاضل عليه 3 4 ايام. هنعمل النهارده مشروب من احلى المشروبات الرمضانيه اللي احنا بنحبها، وسفره رمضان ما تخلاش منه. هو مشروب التمر هندي المركز. طبعا هنعمله النهارده بيور مركز كده على اصوله، من غير ما نحط فيه الوان صناعيه ولا اي حاجه خالص، وهيبقى مركز معاكي ويقعد معاكي طول شهر رمضان. يلا نبدا وصفتنا ونقول بسم الله ونشوف مقاديرنا ايه. معايا لفة تمر هندي 400 جرام. هنزل عليها بمية عادية خالص، ومش هنقع التمر هندي، انا هرفعه على النار بس يغلي، وهنعمله في اقل من ربع ساعة. عصير التمر هندي ده من العصائر التحفة الجميلة كده، حلوة جدا كمان لمرضى السكر، مع انه بيبقى فيه سكر بس هو بيظبط سكر الدم يا جماعة. مفيد جدا، ليه فوائد حلوة قوي. رفعته على النار هنا زي ما انتم شايفينه كده. هسيبه لغاية ما يغلي ويفك معايا. هو ابتدى يفك كده معايا، هسيبه لغاية ما يفك خالص. زي ما قلت لكم عصير التمر هندي ده فوائده كتير، بيقوي المناعة. بالرغم ان هو فيه سكر، بس هو بيحافظ على ضبط سكر الدم جدا لمرضى السكر. يعني يا جماعة حاجة كده من الاخر، فوائده كتير وبيقوي المناعة، رائع بصراحة. زي ما انتم شايفين هو كده فك خالص، فهنسيبه لغاية ما يغلي ربع ساعة وبعد كده نطفي عليه. بصوا هو فك تماما ازاي. بس كده هو خلاص هيغلي ربع ساعة ونطفي عليه. هو كده تمام. هرفعه بقى من على النار واسيبه لغاية ما يهدى خالص. فك معايا خالص اهو. وبعدين نبدأ نصفيه. بصوا تقيل قوي ازاي، مركز ازاي. احنا هنصفي الخليط ده مرة واتنين وتلاتة لانه تقيل جدا. وفي الاخر طبعا لازم نعصره بايدينا عشان ينزل كل الايه، الصوص اللي فيه. زي ما قلت لكم مفيد جدا لمرضى السكر ومقوي للمناعة، وحلو جدا بعد صيام يوم طويل كده تروي عطشك بيه يعني بصراحة. نزلت بقية الكمية كده وصفيتها خالص. هبدأ بقى ازود عليه مية. انا حطيت رتل مية في الاول، وده رتل تاني هنزل عليه بيه. هصفي بيه الايه، التمر هندي. يعني انا حطيت للتمر هندي رتلين ميه، رتل وهو بيغلي ورتل هنصفي بيه الايه، التمر هندي. بصي بعد ما صفيته بقى تقيل ازاي معايا، بصوا تقيل ومركز ازاي، جميل جدا. ده بقى تزوديه، تحطي كوبايه منه على رتل ميه، هيرمي معاكي شحي يعني، هيبقى جميل جدا. ويقعد معاكي طول شهر رمضان. تحتفظي بيه، تحطيه في الاكياس وتحطيه في الفريزر. زي ما انتم شايفين انا بديت بقى الخطوه دي اعصر بايديا خالص لغايه ما فضيت منه كل شيء. زي ما انتم شايفين، والحبيبات اللي فيه ظهرت كده. بقى بالشكل القمر ده بعد ما ايه، ما صفيت كل اللي فيه. هنبدأ بقى نصفيه مرة واتنين وتلاتة، عشان لو في اي شوائب تنزل منه. جبت المصفى هنا وهنزل بقى ابدأ اصفي كده زي ما انتم شايفين. بصوا تقله مركز جدا. يعني اللفة دي تقضيكي طول شهر رمضان. عبيها في اكياس، لو هتحطي على كركديه، لو هتعمليه لوحده، بصراحة حكاية يعني. واحسن طبعا من اللي بتجيبيه من بره، او البودرة بتاعته اللي بره، او اللي بتجيبيه من عندي بتاع العصير، بيبقى كله الوان صناعية مش حلوة خالص. انا صفيت هنا زي ما انتم شايفين، وهصفيه مرة كمان. صفيته مرة كمان كده في قلب البولة. وبعدين نزلت عليه بكوباية سكر واحدة. السكر ده حسب الرغبة، عايزة تزودي تزودي، عايزة تقللي تقللي. وخدي بالك ان كوباية السكر دي على الكمية كلها. يعني انت لما تيجي تزودي هيخف معاكي السكر خالص. انا مبحبوش بسكر كتير. زي ما انتم شايفينه، زي ما قلت لكم السكر مش مفيد. عبيته كده في الازازة، ممكن تحتفظي بيها بباب التلاجة. بصي تقيله مركز ازاي، تاخدي منه شوية وتخففيهم. طلع معايا الازازة دي والدورق ده زي ما انتم شايفين. هصبه بقى معاكم وهوريكم هتخففيه ازاي. من احلى العصائر زي ما قلت لكم، حلوه جدا لمرضى السكر، حلو جدا للدهون يعني. بقولك لمرضى السكر سبحان الله، مع انه فيه سكر بس بيظبط سكر الدم. سبحان الله، ده الدكاتره هي اللي بتقول كده يعني. هننزل كده بربع الكوبايه تمر هندي، وبعدين نزود ميه. طبعا حطينا تلج عشان يبقى الموضوع ايه، جميل كده معانا.
كوباية عصير تروي عطشك في رمضان بصراحة. وبصي تقله بقى عامل ازاي، برغم ان انا حاطه حبه صغيرين في الكوبايه. زي ما قلت لكم هيكفي معاكي شهر رمضان كتير جدا يعني، لانه تقيل جدا. فانت طبعا هتبداي تخففيه. بصوا القوام بتاعه تحفه، وبألف هنا طبعا. حاجه كده من الاخر. هنبدا بقى نعبيه في الاكياس ونحطه في الفريزر معانا، عشان لو في الباب ممكن يعني ممكن يقعد اكتر من اسبوع ما يبقاش كويس. فلا، نحطه في الفريزر احسن، ونسحب كيس كيس ونزود عليه زي ما احنا عايزين. وبقى بالشكل القمر ده. ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك والشير، وكل سنة وانتم طيبين.